السلام عليكم. النهارده من مطبخ شوكة وسكينة هنعمل لقمة الباشا بمكونات سهلة وموجودة في كل بيت ان شاء الله. محتاجين جوز هند، زبدة، كوباية دقيق، كوباية سكر، وفول سوداني مجروش، وفانيليا، ولتر لبن. اول حاجة بقى هجيب لتر اللبن واحط عليه كوباية السكر وكوباية الدقيق والفانيليا، وهبدأ اقلب على البارد، وبعد كده هرفعه على النار. وبعد ما يتقل شوية هضيف عليه الاربع معالق زبدة بتوعنا. وانا عايزاه تقيل سنه، يعني يبقى تقيل يا جماعه، ما تسيبوش خفيف، لا انا عايزاه تقيل عشان هو اما يبرد يبقى متماسك واعرف الفه زي السويس رول كده. هجيب صاج 30 في 40 وافرد بيه كميه كويسه من جوز الهند، عشان بحيث ان لقمه القماش اللي هي المهلبيه بتاعتنا دي ما تلزقش في الصاج. فهحط كميه يعني توصل. واحاول اسوي كده ما اسيبش اي فراغ ما فيهوش جوز هند عشان ما يلزقش ويغلبني ايه في مرحله اللف. وعلى فكره ممكن ما تلفوش حاجه في الاخر ولا حاجه وتاكلوها كده عادي. هجيب بقى الخليط بتاعنا وابدا اصبه. ده السماكه بتاعته يا جماعه وانتوا بتصبوا. هو كمنه سخن هتلاقيه ايه بيتصب بسهوله، لكن هو لو جمد شويه مش هيتصب كده. فحاولوا يتصبوا وهو سخن. هيخش التلاجة لمدة ساعتين. وهحضر الكريمة بتاعتي، محتاجة نص كوباية لبن ونص كوباية كريم شانتيه. انا لما الحتة دي ما اتصورتش هبدأ اضيف كريم شانتيه وافردها بالتساوي على على المهلبية. ما تنسوش يا جماعة تعملوا اللايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات. بعد ما سويناها كده هبدأ برضو هريحها وابدأ ارش المكسرات بقى فول سوداني، امكانية تحطي فوز، حطي لوز مجروش، بندق، كل واحد وامكانياته. يعني هي وصفة تعتبر موفرة وهتعجبكم بإذن الله. وهي خطوة اللفة يا جماعة ما جاتش، احنا هنقطعها دلوقتي كده. ما تصورتش، طلعت الكاميرا ما بتصورش، بس احنا هنلفها زي السويس رول بالظبط. ولو عايزه تقدميها كده خرط من غير اي لف عادي وهتبقى طعمها تحفه، بس هي اللف كشكل يعني. من الوصفات السهله اللي تجديد كده يعني هي مهلبيه، بس المهلبيه متعودين عليها اكتر بالنشا. لا دي معموله بالدقيق وطعمها جميل قوي، والزبده اللي بنضيفها لها بتدي طعم وغنى. وما ننساش الفانيليا، وتستخدمي فانيليا جودتها عاليه، ممكن فانيليا سايله، ممكن تحطي ماء ورد. وده الشكل النهائي. يا رب يعجبكم وصفتها النهارده وبألف هنا.